بيبتدي الفيلم بالرسام العالمي وهو بيشرف على تعليق لوحاته في المعرض بالشكل الصحيح، وبيقف قدام لوحة معينة وبيفتكر صاحبها. بنرجع لسنة 2011 في سوريا مع سام وعبير وهم في القطر. بتعرفوا عبير ان في عريس متقدم لها وانها هترفضه لحد لما سام يبقى معاه فلوس ويقدر يتقدم لها. لما سام حاول يحط ايده على كتفها بتبعده، وبتعرفوا ان ممكن يكون حد عارفها ويعرف ابوها. بيتضايق سام وبيقوم يقعد على كرسي تاني، ولما سألها عن شغلانة العريس المتقدم لها بتعرفوا انه شغال في السفارة السورية في بلجيكا واسمه زياد، وبتعرفوا كمان انها ما كانتش تقصد تزعله وانها بتحبه. بيفرح سام جدا لانها اول مرة تقولها، وبيقوم في نص القطر وبيقول بصوت عالي انهم في زمن الحريات وهو حر يعترف بحبه للبنت اللي معاه، وبيطلب لو في مأذون في القطر يجوزهم دلوقتي فورا. في الاول كانت الناس مستغربة واللي بيصور بتليفونه، لكن بدأ يغني والكل قام يرقص معاه. وبسبب التصوير بيتقبض على سام بسبب تحريضه على الفوضى لما قال انهم في زمن حريات. لكن لحسن الحظ كان في واحد من الضباط صاحب سام وبيقدر يهربه، لانه لو فضل موجود ممكن يموت من التعذيب. ولما خرج بيروح عند عبير وبيعرفها انه لازم يهرب بره البلد في اقرب وقت، وبيعرفها ان اخته هي اللي هتساعده يعدي الحدود. وقتها بيجي عريسها وامها وبيسالوها بتكلم مين. بيمشي سام علشان ما يعملش مشاكل، وفعلا بيروح لاخته وبتقدر تهربه. بعد سنه كان سام عايش في لبنان وهو بيتفرج على صور حبيبته وجوزها وهو حزين. كان سام شغال في مزرعه دواجن مع صاحبه اللي قاعد معاه وحالتهم الماديه صعبه، ووصل بيهم الجوع انهم يسرقوا اكل من حفلات ومعارض. وفي يوم بيروحوا معرض لوحات بيقدروا يهربوا من موظفه الاستقبال ثريا، لكن بتشوفهم وبتروح تدور عليه وبتعرفوا مكان بوفيه الاكل، وكمان بتعرض عليه انه يعدي عليها بعد المعرض هتكون سايباله باقي الاكل. بيتضايق سام من طريقتها وبيسيب المكان وبيمشي. وقتها الرسام جوفري صاحب المعرض بيسأل ثريا هي كانت بتتكلم مع مين. بتعرفوا انه شاب سوري جاي ياكل ببلاش. وقتها بيروح جوفري وراه وبيعزمه على مشروب، وبيعرفوا انه رسام بلجيكي مشهور لف العالم وبيطلب يعرف قصة سام. عرفوا انه شاب سوري هرب من بلده بعد الاحداث اللي حصلت هناك، وكمان عرفوا انه حبيبته متجوزة وعايشة في بلجيكا مع شخص مش بتحبه، وهو نفسه يروح ينقذها لكنه مش معاه فلوس حتى ياكل. وقتها بيعرض عليه جوفري انه يقدر يحقق له حلمه بس بشرط انه ياخد ظهره. لما سمع سام الكلام ده كان مستغرب، ولما بيرجع عند صاحبه بيشوفوا مين هو جوفري في النت. ساعتها عرف انه رسام كبير جدا يقدر يحول اي حاجه ملهاش قيمه لحاجه غاليه جدا. كان لسه سام على تواصل مع عبير وحكى لها موضوع الرسام وانه يقدر يسافر لبلجيكا. وقتها عرفته عبير ان السفاره السوريه قفلت في بلجيكا، لكن جوزها لسه الراتب بتاعه ثابت. ولما عرفها ان ممكن يجي عندها وتشوفه بتفرح جدا. بس وقتها بيشوف سام ان جوزها جه وبيقدر يبعد عن الكاميرا قبل ما يشوفه، وهنا بيقرر سام يوافق على عرض جوفري. بيروح المعرض وبيقابل ثريا وبتوريه العقد، وبتتصل بمحامي جوفري علشان يشرح له العقد لانه معقد جدا، ودي اول مره حاجه زي دي تحصل. ومن الشروط ان سام هياخد تلت مبلغ اي عمليه بيع تتم، وانه لازم يكون موجود في اي معرض لانه هيكون اساسي. وفعلا بيوافق وبيمضي على بيع ظهره. بدأ جوفري يرسم لوحه على ظهر سام وبيرسم تأشيرة سفر لأي مكان في العالم، وبيعرفوا جوفري انه دلوقتي يقدر يسافر لانه دلوقتي سلعة، وتداول السلع في العالم اسهل من تداول البشر. وفعلا بيسافر سام في اي بلد هو عايزها، وبياخدوا جوفري معاه في معارض كتير علشان يعرضوا كلوحة للناس. بيروح بلجيكا كان مبسوط جدا لانه خلاص هيشوف عبير. بيحاول يتصل عليها لكنها مش بترد. بيبعت لها رسالة وبعد فترة بتكلموا فيديو، وفجأة بيظهر زياد جوزها اللي كان عارف علاقتها مع سام وبيحذرهم يتكلموا تاني. وفي وقت تاني كان جوفري جايب اشهر مصور في العالم يصور ظهر سام. وقتها المصور بيطلب من سام ينزل راسه علشان ما تبانش في الصورة لانه مش مهتم بشكله قد ما هو مهتم بظهره. وهنا بيحس سام بالاهانة وانه ملوش قيمة من غير ظهره. ولما كان ماشي في الشارع بيشوف لوحة لظهره عن المعرض اللي هتتعرض فيه. وقت المعرض بينطلب من سام يقعد ثابت ما يتحركش ولا يتكلم مع حد لفترة طويلة. وفي يوم من الايام بيلاقي واحد اسمه عادل جاي عنده الاوضه، بيعرفوا انه تبع منظمه دفاع عن حقوق السوريين من اي حد بيستغلهم، وبيطلب يدافع عنه من الناس اللي بتستغله. بس سام بيرد عليه انه مش حاسس باهانه وانه باع ظهره وهو حر. ولما بيخلص شغله في المعرض مش بيقدر يتحمل وبيروح يشوف عبير. بيستناها عند العنوان اللي يعرفه، ولما بتوصل بيحضنها وبيسالها لو واجهت مشاكل بسببه. بتعيط ومش بتقدر ترد عليه وبتسيبه وبتمشي. وقتها كان جوزها شايفهم من فوق. تاني يوم وسام في المعرض كان عادل جايب صورة وبينادي بحرية لسام لأنه بيتعرض للإهانة. وقتها بيجيب زياد عبير للمعرض، وهناك انصدمت لما عرفت سام شغال
شغال ايه. بيقرب منه زياد وبيتخانق معاه علشان يبعد عن مراته، ووسط عصبيته بيكسر لوحة غالية جدا وبيطبل عليه هو ورجالة عادل. بيروحوا كلهم لقسم الشرطة، وهناك بتعرف عبير ان قيمة اللوحة 11 مليون دولار، وهيفضل جوزها محبوس لحد ما يدفع قيمتها. ولما سام بيرجع الفندق بيلاقي عبير جاية بتطلب منه يتدخل في قضية اللوحة، ويطلب من المعرض يتنازل علشان جوزها يطلع. لكن بيسألها ليه اتجوزته، عرفته انها عملت اللي حواليها قالوا لها عليه، وان كان وضع البلد صعب والكل عاوز يهرب منها، ودي انسب طريقة. وقتها عرفها سام لو زياد محتاج مساعدة يتصل بيه بنفسه بدل ما يبعت مراته لأوضة واحد غريب. تاني يوم بيروح سام للمعرض، وبيعرف ان اعضاء منظمة عادل طلعوا من السجن بعد ما تسامحوا مع المعرض. بيطلب وقتها سام يحصل نفس الكلام مع زياد، بس مدير المعرض بيتضايق لانه كسر لوحة غالية جدا. وقتها بيهددوا سام انه لو ما ساعدش زياد هينضم لمنظمة عادل، وساعتها هتحصل مشاكل للمعرض. بيوعدوا مدير المعرض انه هيحاول يساوي الموضوع ويخرج زياد. بيرجع تاني يوم يكمل شغله كلوحة، لكن مع الوقت بتظهر حبوب في ظهره. ده بيضايق جيفري لانه شايف ان دي مشكلة في اللوحة. بيدخل سام اوضة العمليات علشان يشيل الحبوب في اسرع وقت، وبيتحط مكانه لوحة ان العمل جاري ترميمه في المتحف. بعد فترة بتتصل بعبير وبتشكره انه ساعد جوزها، لكنه بيعرفها ان حبيبته ثريا هي اللي ساعدته، وكان بيكذب عليها علشان يخليها تغير. تاني يوم كان مطلوب من سام يسافر كل 3 شهور بلد شكل مع جيفري، ولان سام مش عاوز يسيب بلجيكا بيعرف ثريا انه جوازه ضاع، لكنها بتخرجه وبتعرفه انه واحد لقاه في القطر وجابه. كان بدأ يتضايق من حياته اللي الناس بتتحكم فيها، ولما اتصل بأمه يطمن عليها شاف ان رجليها مقطوعة. ولما سألها ده حصل امتى عرفته انه من سنة بسبب انفجار اللي وقع جدار على رجليها. بيزعل سام جدا وبيفضل يتأسف لها لانه ما اهتمش بيها وكان بيفكر في نفسه بس. بتسوء حال سام جدا بعد ما تباع لمعرض في سويسرا بنفس شروط عقد جيفري، وبيتعمل تأمين كبير عليه لانه دلوقتي سلعة نادرة للرسام جيفري. وبعد 3 شهور بيتعرض تاني للبيع، لكن المرة دي في مزاد علني، وبيبتدي المزاد من 3 مليون و700 ألف دولار، وفي الآخر بيتباع ب5 مليون. بس كان خلاص جاب آخره من العبودية اللي هو فيها، وقام وسط المعرض وخرج سلك السماعة بتاعته وكأنها قنبلة وبيعمل نفسه هيفجر المكان. الكل بيخاف وبيهربوا بسرعة. بيقعد على الأرض وهو بيضحك، وبسبب اللي عمله ده بيدخل السجن. على الرغم من كده كان حاسس بحريته لأن محدش بيتحكم فيه. بعد فترة بيجيله المحامي علشان يساعده يخرجه من هنا، لكن بيعرفوا انه مبسوط. لكن لما شاف ان المحامي جايب عبير علشان تترجم الحوار بيوافق يتكلم معاه. وقتها عرفته انها سابت زياد وانها ضيعت وقت كبير بعيد عنه وعايزة تقضي وقت معاه. وهنا بيوافق زياد على كلام المحامي، ولان سام ما عندوش اي قضايا قبل كده بيطلق القاضي سراحه. بس عرفه ان تأشيرته انتهت من 2 شهر، وهو دلوقتي مهاجر غير شرعي وقدامه شهر يرجع فيه لبلده. كان سام سعيد جدا انه اخيرا هيرجع لبلده، على الرغم ان المنطقة بتاعته تحت سيطرة الخارجين عن القانون، الا انه موافق يقعد مع اهله في اي مكان. كان جيفري حضر المحكمة وبيقابله بره وبياخده يوصله للفندق يلم حاجاته، وبيركب الطيارة مع عبير وبيرجعوا لبلدهم من تاني، وبينتهي عبودية سام اخيرا. لكن بعد فترة انتشرت فيديوهات لاشخاص خطفوا سام واعدموه وسلخوا جلده وباعوه لتاجر امريكي، بس اتقبض عليه وتصادر الجلد، ولان الجلد اتاخد من دون موافقة صاحبه كان هيتعرض في المتحف الوطني. وبعد فترة بنشوف جيفري وهو واقف قدام اللوحة اللي في اول الفيلم اللي هي جلد ظهر سام، لكن بيتصل جيفري بسام اللي كان لسه عايش، وان فيديو الاعدام مفبرك، وان الرسمة دي واحدة جديدة من جيفري على جلد شخص ميت، وتحليل الدي ان ايه كانت عينة من سام فعلا. وكل ده علشان سام ياخد حريته، وكان لازم يموت علشان يعرف يعيش. وهو دلوقتي مستقر في حياته مع عبير، وكان اتفق مع شخص علشان يشيل الوشم نهائيا، ودي قصة حقيقية حصلت بالفعل. وبس كده، لو عجبك الفيلم اتأكد ضغطت على الاعجاب واشتركت هنا بالقناة وفعلت الزرار بتاع الجرس. سلام.